واحنا دايما بنقول ان انا بعد الخلع، اول 6 شهور بعد الخلع هو ده اكتر مده بيحصل فيها ضمور للعظم واللثه. بس بعد كده الموضوع ده بعد ال6 شهور بيبدا المعدل بتاع ضمور العظم واللثه بيبدا يقل تدريجيا لحد بعد 3 سنين بيبقى معدل الضمور يعني بطيء جدا جدا جدا. فدايما التغيير اللي بيحصل في العظم وفي اللثه بيكون في اول فتره خالص، اول 6 شهور بعد الخلع. طب نفترض ان احنا جينا بعد ما خلعنا وقعدنا سنين ونبدا نعمل أشعة مقطعية ونبدأ نعمل قياسات للثة، نشوف السمك بتاع اللثة ده مناسب إن إحنا نعمل زراعة ولا لأ، والسمك بتاع العظم ده بنشوفه على الأشعة نشوف إذا كان مناسب للزراعة ولا لأ. طب افتراضا إن إحنا لقينا إن السمك بتاع العظم أو اللثة مش مناسب، في الحالة دي بنبدأ نلجأ إن إحنا نعمل زراعة للعظم وزراعة للثة، ونقدر نعمل زرعة إما بشكل فوري على طول مع زراعة العظم واللثة، أو بيكون بعد فترة إن يكون اتكون عظم في المكان اللي إحنا عملنا فيه زراعة العظم. طبعا الموضوع بيختلف من حالة لحالة، ونبدأ نأسس أو نبدأ نقرر ساعتها بعد الكشف وبعد الأشعة.